اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، اللهم امين يا رب العالمين. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ فيديو النهاردة، فيديو جديد. طاقة إيجابية، كله نشاط وحيوية. هنعمل أكل وعند الفراخ زي ما انتم شايفين. الفراخ دي عمر 22 يوم النهاردة. طبعا احنا غيرنا لهم العلف اللي هو عندهم. احنا كنا جايبين العلف الفجر، غيرنا العلف الفجر وجبنا علف نامي من عند طبعا احنا بنجيب العلف من عند البياع اللي هو في المحلات وكده، لكن احنا رحنا غيرناه وجبنا علف غيره، علف نامي جبناه من مزرعة. المزرعة دي قريبة، يعني مش قريبة جوه علينا، يعني بعتنا وجبنا علف نامي. العلف النامي دي بيدي الفراخ احسن من العلف الفجر. يعني سألنا بالنسبة زي ما وريتكم الفراخ كانت اللي كنا جايبينهم كتاكيت كده، كانوا صغيرين ومكانوش يعني مكانش طالع عليهم اكل وكده. فسألنا الدكتور اللي هو البيطري وكده، قال لنا لا تجيبوا علف نامي. العلف النامي بيدي الفراخ اكتر من العلف الفجر. قال علف الفجر ده بيأكل الفراخ البلدي اللي هي الفراخ البلدي، مش الفراخ البيضة، لأن الفراخ البيضة لازم تديها أكلها بيها وهي صغيرة علف بادي وعلف نامي. يعني الأول علف بادي اللي هو العلف اللي هو تلجيني، اللي هو الناعم ده، مش الخشن. وعند ما يعدوا 15 يوم أو 17 يوم زي ما احنا عملنا كده نأكلهم علف نامي. انا طبعا بعد ما تموا 18 يوم لو غيرت العلف، جبت علف اللي هو العلف الخشن ده اللي انتم شايفينه. ده علف، احنا غيرنا العلف خالص وجبنا علف نامي زي ما انتم شايفين. فطبعا دو مع الاكل يعني مع العلف الحمد لله، يعني حسيتهم ان هم كبروا شويه عن الاول. طبعا زي ما انتم شايفينهم كده، انا وزنت واحده منهم يعني عدت الكيلو وربع. يعني الحمد لله حسيتهم ان هم بقوا كويسين عن الاول، لكن الصغيرين اللي انتوا شايفينهم ده الواحده عد كيلو بس، يعني ما عدتش الكيلو. الخمسه اللي انا قلت لكم عليهم دول الفرخ منه كيلو، لكن التانيين الواحده عدت كيلو وربع، كيلو وتلت يعني كده، يعني مش كيلو بس. فالحمد لله، يعني ربنا يطعمنا فيهم ان شاء الله ويبارك لنا فيهم كده. صلوا على النبي وصلوا على الرسول وحطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. ان شاء الله القناة هتكبر بيكم معاكم احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. وصل لحد هنا يحط اللايك يا جماعة، حطوا اللايك. زي ما انتم شايفين غيرنا لهم المية. طبعا لازم نحط لهم مية كل يعني 6 ساعات، تغيروا المية لو في مية قدامهم تغيروها برضي، لان المية مع الحرارة بتسخن، لازم تتغير، تحط لها مية باردة، لان لما بتبقى سخنة تلقي الفراخ ما تروحش عليها ولا تشربش مع الحرارة. كان لما تغير المية تلقي الفراخ راح تشرب، لانها تبقى المية باردة وحلوة تشرب فيها. وكملنا فيديو زي ما انتم شايفين، فيديو بتاعنا بأكلة حلوة. طبعا انا كنت عامله الاكل، يعني مجهزه الاكل وكده، فكنت بعمل الاكل، انا كنتش هصور، وبعد كده قلت اكمل يعني الفيديو بتاع الفراخ وكده. نكمله بالاكل. فاحنا عم نعمل زي ما انتم شايفين هنعمل باميه، وهنعمل طبعا الديك ده طلب ناس، يعني مش حد، يعني احنا عاملين لحمه وكده، فالديك ده طلب هنسويه وكده. طبعا هنكبسه زي ما انتم شايفين، انا عملت له حشو حلو كده. زي ما انت شفت انا عملت البرغل اللي هو القمح وغسلناه وسلقناه، وزي ما انت شفتوا كده معايا في الفيديوهات اللي ورا. سلقت القمح وعملناه بليله. البليله دي دشناها عملنا منها برغل. زي ما انت شفت عملنا منها الكشك وعملنا منها اللي زادوا بنكبز منهم، زي ما انت شايفين بنحشي منهم الفراخ. فاحنا بنحشي الديك ده الحلو ده بالحشو الحلو ده، البرغل اللي انا بقولكوا عليه. هنعمل بامية، وهنعمل ان شاء الله رز معمر زي ما انتم شايفين. هنعمل صينية رز معمر حلوة كده ستايل بقوكو. يعني صينية حلوة كده.
وهنعمل اللحمة هنشوحها على نحط لها بالمرقة كده ونحطها على الفرن تتحمر كده وتاخد لذة حلوة كده على الفرن زي ما انتم شايفين. وهنعمل رز، ده ديك زي ما انتم شايفين، ده ديك حلو كده نسلقه وبعد كده ناخده على الفرن نحمره. طبعا زي ما انتم شايفين المرقة دي هنحط فيها اللحمة ونحطها على الفرن عشان تتلز لذة حلوة كده وتبقى محمرة وحلوة على الفرن. اللهم صل على النبي. اللي وصل لحد هنا يحط اللايك يا جماعة. قبل نطلع اللحمة طبعا نحطها في الصينية عشان نحطها على الفرن ونعمل احلى بامية. احنا عملنا كتير البامية وكلكم حلوين وشاطرين بتعرفوا تطبخوا، بس احنا عاملين الاكل ده للبنات المبتدئين الصغيرين اللي هم لسه ما يعرفوش. لكن احنا كلنا نبقى نعرف نطبخ وشاطرين. هنعمل بامية، هنخلط البصلة زي ما انتم شايفين. البصلة هنخلط بصلة واحدة بس وهنعمل عليها التومة ان شاء الله. تمام. هنحط البصلة، نخلط البصلة وبعد ما نخلط البصلة ونشوحها كده تشويحة كده تصفر يعني، هنحط عليها التومة ونقلبها كده لحد ما تحمر وبعد كده نزيدها بالصلصة. طبعا انا الصلصة شفتوها معايا عملتها معاكم قبل كده وانا حطها طبعا في التلاجة، بطلع منها واسيبها تفك كده واعمل منها الاكل. الطماطم غليت يا جماعة، كيلو الطماطم بيجي ب25 جنيه. فيعني بنجي انا بطلع بالصلصة اللي انا حطها في التلاجة واعمل بيها الاكل. كنا هنعمل بامية، نعمل اي حاجة كده، فبنطلع في كيس صلصة او كيسين كده نعمل بيهم. طبعا دي اللحمة خلاص استوت، هناخدها نحطها في الصينية ونطلعها ونحطها في الفرن تاخد لها لذة حلوة كده وتحميرة حلوة على الفرن ان شاء الله. طبعا لازم تظبطيها ملح وفلفل انا حاطه لهم في الشوربه ملح وفلفل وفلفل اسود والسبع بهارات اللهم صل على النبي وبهارات اللحمه. يعني مظبطه الشوربه تظبيطها حلوه مع اللحمه كده على اساس هي تبقى طعمها حلو ولذيذ، وطبعا تبقى ريحه التوابل بتبقى حلوه طبعا في الاكل. يعني 7 بهارات والبهار اللهم صل على النبي، 7 بهارات وبهارة اللحمة. يعني توابل اللحمة كل ده اتحط في الشوربة بيخلي طعم اللحمة مختلف طبعا. والشوربة مختلفة خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هعمل الرز وهعمل البامية طبعا من الشوربة، شوربة حلوة وجميلة طبعا واخدة طعم تاني مختلف مع التوابل. هنحط طبعا للبصلة نحط معلقة زي ما انتم شايفين معلقة صغيرة فلفل اسود، وهنحط معلقتين ملح صغيرين برضي، وهنقلب البصلة تقليبة حلوة وهنزيدها بالتومة. نوصل لحد هنا يا جماعة يصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في الكومنتات كده إن شاء الله عايزاكم تصلوا على الرسول كده في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما انتم شايفين نعمل البصلة نقلبها تقليبة حلوة كده، خلاص هي صفرت كده. هنجيب التومة ونحطها عليها عشان ايه لازم لما تصفر كده تحط التومة، لان مش لازم تحمر، لو حمرت مش هينفع تحط فيها التومة لان ايه تبقى البصلة محمرة والتومة لسه محمرتش معاكي، فيبقى ايه البصلة هتتحرق معاكي. لكن لازم تبقى البصلة صفرت كده عشان تحط عليها التومة، هم يتشوحوا مع بعض وياخدوا التقليبة الحلوة يحمروا مع بعض. كده حطينا التومة. طبعا هنزيدها بالصلصة وبعد كده نحط اللهم صل على النبي هنحط البامية. الفرخة طبعا استوت خلاص اهي، هنعوز نطلعها من الحلة. وهنا التومة بالبصلة خلاص استوت، هنزيدها بالصلصة.
زي ما انتم شايفين كده. انا بطلع كيس الصلصه طبعا بيفك مش قوي، فانا بحطه في الدمعه كده ان شاء الله، ونقلبه تقليبه حلوه كده لحد ما يفك. وبعد كده نزيد نحط عليها الباميه زي ما انتم شايفين كده اهو. الباميه بتاعتنا اهي. هي خلاص الباميه خلاص عجبت. حبايبي اللي بيقولوا لي انتوا بتطبخوا باميه كتير، هي خلاص الباميه كده خلاص انتهت. كل سنه وانتم طيبين. موسمها انتهى كده. طبعا مفيش باميه تاني خلاص. اللي هيبقى معاه باميه تاني هيبقى مخزنها في التلاجة. وانا خزنت معاكم برضه الباميه قبل كده ووريتها لكم طبعا. هنا بنعمل مدمس يا جماعه في الدماسه. نعمل شويه فول مدمس في الدماسه حلوين كده ان شاء الله. نقلبهم طبعا. خلاص خدتها غلوه الباميه مع الدمعه. هنزيدها بالشوربه وننقلها على العين التانية عشان نعمل الرز. كده احنا نقلنا الحله، حوشنا خلاص الحله اللي فيها الفرخه استوت، ونقلنا حوشناها من على النار وحطينا مطرحها حله الباميه عشان تستوي. وزي ما انتم شايفين كده اهي. وحزناها بالشوربه طبعا وهتغلي. والحله التانية هنعمل فيها الرز. نقلب الرز تقليبه حلوه كده اما يصفر برضي، ونروح حاطين عليه الشعريه. شوفوا يا جماعه دي الفرخه طابت استوت اهي. حطيناها في صينيه وحطينا لها معلقه سمنه عشان نحطها في الفرن تحمر. طبعا انا ما هلزش الباميه، انا بلز الباميه معاكم كل مره. الباميه دي المره دي مش هلزها، هنحطها ايه سويناها في الحله وخلاص كده. طبعا حطينا الشعريه زي ما انتم شايفين اهو. ما الرز صفر وهنقلبهم كام تقليبه كده. اول ما يحمر نروح زايدينه بالشوربه. زي ما انتم عارفين يا جماعه انا ما بزيدش بشوربه خالص. انا بزيد نص زي ما انتم عارفين نص الرز شوربه والنص التاني ميه، عشان ما يبقاش الرز دسم خالص كده. يعني لو عليه بزيده بالشوربه بس عشان ما حدش بيحب الرز دسم قوي، فانا بزيده نص شوربه ونص ميه كده. خلاص احنا زدناها زي ما انتم شايفين كده نص شوربه ونص ميه. احنا زدناها بشوربه الفرخه يا جماعه، ما زدناش بشوربه اللحمه، لان شوربه اللحمه انا حطيتها للباميه. زي ما انتم شايفين كده احلى اكله واحلى باميه واحلى صينيه لحمه. وهنعمل طاجن، هنعمل صينيه رز معمر معاكم برضي. حبايبي اللي طلبوا مني الرز المعمر ان شاء الله المره الجايه هنعمل معاكم صينيه رز معمر باذن الله. قريب كده خالص هعملها معاكم واصورها. انا عملته قبل كده بس عملته في الطاجن. فانا هعمله معاكم في الصينيه ان شاء الله قريب ان شاء الله. خلاص كده هناخد صينيه اللحمه بالمرقه نحطها على الفرن. وطبعا نحط الفرخه تتحمر على الفرن برضه. خلاص الباميه خلاص استوت والرز التاني خلاص استوى. هناخد الاكل باقي الاكل نوديه على الفرن زي ما انتم شايفين كده. انا بص يا جماعه بصور معاكم الحاجه يعني بالظبط زي ما انا بعملها بالظبط كده. يعني انا عملت الاكله دي وهحطه في الفرن قدامكم على طول. هنحمره في الفرن وننزل صينيه اللحمه برضه بالمرق في الفرن. واحلى اكله عملناها بالهنا والشفا لكل اللي كل منها. واللي وصل لحد هنا يا جماعه يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكم معاكم ان شاء الله. احلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي اللهم امين يا رب العالمين. احلى فراخ واحلى لحمه واحلى رز واحلى باميه. بالهنا والشفا لكل اللي كل منها. وربنا يخلي لكم اولادكم ويرزق الكل مشتاق بالذريه الصالحه اللهم امين يا رب العالمين. وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.